وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. النهارده معانا مروحه فريش. المروحه دي بتعمل صوت غريب، صوت مزعج زياده. هنشغل دلوقتي على رقم 1 ونبتدي نتابع المروحه ونسمع الصوت. اول حاجه الموتور بيقوم بصعوبه، سامعين طبعا صوت بشع. نكمل مثلا على الثاني، هنكمل على السرعه الثانيه. السرعه الثانيه سمعنا الصوت ده هيعمل ازاي، والموتور نفسه بيبتدي يتكتم زي ما يكون حد بيعمل حمل عليه، الموتور مش قادر يكمل. طيب الاصوات دي يا جماعه ممكن تكون عيب ايه، او ممكن يكون ايه اللي يسبب الاصوات دي؟ اول حاجه الحركه اللي بتلف الاكس دون مرتبطه بحاجتين: القطر بتاع الاكس نفسه، نشوف مع بعض دلوقتي مثلا، الجزئين اللي مسؤولين عن الدوران اللي هو الاكسله، وفي جلبه بتبقى نحاس هي اللي بيلف فيها الاكسله. لو احنا سمعنا الصوت كده باين جدا ان في مشكله في حركه الدوران نفسه. المشاكل دي بتحصل بسبب ايه؟ بتحصل بسبب الاهمال، عدم تزييت الموتور، عدم تشحيم الموتور، ان احنا ما بنعملش صيانه دوريه. يفضل يا جماعه قبل اي صيف نبتدي نفك المروحه ونقطتين زيت قدام ونقطتين زيت ورا، بيخلي الموتور عمره الافتراضي يبقى طويل جدا، ما بيسخنش، بالتالي الاسلاك النحاس دي ما بيحصلهاش عمليه التحميص او السخونه الزياده، فالاداء بتاعها بيفضل زي ما هو. لو احنا بصينا كده نمسك الجسم بتاع الموتور ونمسك الاكس دون ونعمل حركه لفوق لتحت. صوت التك اتمنى يكون واضح في الفيديو. دي كده اسمها جلب خفيفه. بمعنى ايه خفيفه؟ ان القطر بتاع الجلبه في خلوص بينه وبين الاكس دون. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفك الاربع مسامير دول اللي ماسكين الموتور نفسه. هلف المروحه عشان حضراتكم تشوفوا معانا. دول الاربع مسامير، ادي مسمار 2 3 4. هنفكهم دلوقتي على السريع، وهنقول لحضراتكم طريقه تغيير الجلب، وهنقول لحضراتكم على حته فنيه جامده دي هتساعد الموتور انه يشتغل بكفاءه عاليه، قلل استهلاك الكهرباء، وبالتالي الموتور ما يسخنش مننا ابدا. علشان ما اطولش على حضراتكم، احنا كده هنفك الاربع مسامير. فكينا المسمار اللي في الجنب اللي ماسك الموتور نفسه، فكينا المسمار بتاع الدليل الخاص بالدوران بتاع المروحه يمين وشمال اللي هو ماسك الخوصه الصغيره دي. هنفك دول ونرجع لحضراتكم تاني. فكينا الاربع مسامير، طلعنا الموتور بتاعنا، فكينا المسمار اللي كان مربوط في البلاستيك وطلعنا الموتور. هنبتدي نفتح كده، بس نكون حريصين عشان الاسلاك بتاعت الموتور دي ما تتسحبش مننا. تمام، ده الجزء الخلفي، ودي منظر الجلبه الداخليه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الجلبه الخلفيه للموتور. وهنطلع الاكس كده بالراحه. نخلي بالنا واحنا بنطلع الاكس عشان ما يلمسش الملفات دي ويبتدي يقطع اسلاك منها. طلعنا الاكس كده، اتاكدنا ان مفيش اي تآكل في الاكس نفسه. نطلع الملفات بالراحه كده خالص، وهوري حضراتكم طريقه تغيير الجلبه الاماميه والجلبه الخلفيه مع بعض. فكينا الوش اللي راكب فيه الجلبه. طبعا اي حد هيقول هنجيب حاجه تقيله هنا وهنجيب الشاكوش نطلع الجلبه دي، لا طبعا، دي الجلبه النحاس اللي احنا بنتكلم عليها. مش هندق يا جماعه. هنجيب مسمار 10، هنجيب اي رمانه بيلي بايظه عندنا قديمه، وهنجيب ورده، وهنجيب صمول كويس، وهنعمل زرجينه بلدي هنشوفها دلوقتي مع بعض. اول حاجه بنحط المسمار بتاعنا ده كده، المسمار ده ركب كده، وبنيجي هنا بنركب اللي هي الطوق القديم بتاع البليه دون. ده رزل هنا محكم، بس اهم حاجه يبقى فيه مسافه تعرف الجلبه تتحرك. ممكن لو احنا عايزين نعلي شويه او المسمار اقصر زي ما احنا عايزين براحتنا طبعا. وادي الورده، ادي الصاموله بتاعتنا، ربطنا الصاموله كده زي ما حضراتكم شايفين. نتاكد ان المسمار جاي متوسطا في وسط الجلبه بالظبط. انا بس عايز حضراتكم تركزوا على الجلبه. انا مجرد ما بجمع بالمفتاح كده اهو، الجلبه بدات تسحب لتحت من غير اي دق. نزلت لغايه فين؟ نكمل بقى الرباط العادي خالص على المسمار من الناحيه الثانيه. انا عايز بس اطلع الجلبه قدام حضراتكم من غير ما نوقف تصوير ولا نعمل اي حاجه. بصينا راحت فين؟ المسمار نزل تحت خالص. طلعت معانا الجلبه بالمنظر ده. ادي الجلبه بتاعتنا اهي. نفك المسمار. دي الجلبه اللي احنا كنا محتاجين نطلعها من غير ما نعمل اي دق.
يا جماعه الموضوع مش موضوع دق بس، يعني الفكره ان احنا مش عايزين نتلاشى الدق. الدق دايما واحنا بنركب الجلبه ينفع تنزل مايله يمين او مايله شمال، فبالتالي بيحصل تآكل في الجسم الالومنيوم اللي بتتثبت فيه الجلبه. احيانا كتير بيجي لنا مروحه بنشوف الموتور بتاعها بنلاقي الجلبه سليمه 100%، ولكن الجلبه بتتحرك داخل الاطار الالومنيوم. عمليه التركيب هتبقى بنفس الطريقه، هنجيب الجلبه الجديده هنبتدي نحطها كده اول سنه صغيره بس، ونعمل عمليه عكسيه، نركب المسمار هو اللي من هنا كده ركبنا الجلبه من غير ما نعمل اي دق. الجلبه الثانيه هنا معمول زي زونت بسن المفك كده، وبنبتدي ننعمها تنعومه بسيطه، وبعدين بندخل المفك من تحت سنه الصاجه دي ونلف لفه بسيطه واحنا حريصين هتطلع معانا بكل سهوله. هو كده السفنجه دي المفروض دي تكون متشبعه بالزيت. ادي الجلبه الخلفيه، ادي المجزرين كده، دي الجلبه الاماميه ودي الجلبه الخلفيه. بنفس الكلام بنركب برضو الجلبه الجديده، بنركب عليها الشبكه بنفس الاتجاه دون كده، وبعدين بنركب الورده عليهم، وبعدين بسن المفك وبنبتدي ندي دقه بسيطه هنا، دقه بسيطه هنا، دقه بسيطه هنا، عشان نضمن ان الورده ما تطلعش لبره تاني. هنبتدي نعيد التقفيل تاني، هنركب الطوق، هنوصل الاسلاك بتاعتنا، هنقفل الوش التاني، وهنبتدي نركب الموتور ونركب الشبكه بتاعتنا. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يتكرم عليه يعمل لايك. شكرا جزيلا.